نشر دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي السابق مذكراته تحت عنوان المعروف وغير المعروف، ليفجر فيها مفاجأة ويكشف للعراقيين والشيعة منهم على وجه الخصوص لماذا عطل مرجعهم الأعلى الجهاد. دفعنا 200 مليون دولار للسيستاني ليسلمنا العراق ويحرم قتالنا، هكذا قال رامسفيلد في مذكراته. السيستاني باع العراق مقابل 200 مليون دولار. تفاصيل الخبر تقول إن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني استلم 200 مليون دولار ليساعد الأمريكان على غزو العراق وليصدر فتاوى تحرم قتال الأمريكيين في العراق. واعتبر مراقبون سياسيون هذا الاعتراف من وزير الدفاع الأكثر شراسة على مدى تاريخ الإدارة الأمريكية، ودليلا جديدا على تورط كبير للمراجع الدينية الشيعية وعلى رأسهم السيستاني في مساعدة ودعم الاحتلال الأمريكي في غزو العراق. وتحدث رامسفيلد في فصل من مذكراته عما أسماه علاقة قوية ربطت بينه وبين السيستاني قبل وبعد وأثناء الحرب على العراق. وكتب رامسفيلد فصلا عن علاقاته مع علي السيستاني كشف فيه عن قوة العلاقة التي كانت تربطه مع المرجع الشيعي قبل وأثناء وبعد الحرب على العراق في ربيع 2003 ميلادية. وقال رامسفيلد إن علاقة صداقة قديمة قامت بينه وبين السيستاني ترجع إلى عام 1987 أثناء إعداد السيستاني لتسلم مهام المرجعية بعد الخوئ. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن الاتصال بينهما كان يتم عن طريق وكيله في الكويت جواد المهري. وأردف قدمنا هدية لأصدقائنا في العراق على رأسهم السيستاني قدرها 200 مليون دولار. وبعد قبول السيستاني للهدية أخذت علاقاتنا معه تتسع أكثر فأكثر. وبعد أن علم الرئيس بوش بتسلم السيستاني للهدية قرر فتح مكتب في وكالة المخابرات المركزية وسمي مكتب العلاقات مع السيستاني، هذا عنوان المكتب. وكان يرأس المكتب الجنرال المتقاعد في البحرية سايمون يولاندي لكي يتم الاتصال وتبادل المعلومات عن طريق هذا المكتب. وفعلا تم افتتاح المكتب وعمل بكل جد ونشاط أي هذا المكتب. وكان من ثمار هذا العمل المتبادل صدور فتوى من السيستاني بأن يلزم الشيعة وأتباعه بعدم التعرض لقوات التحالف التي وصلت للحدود مع الكويت.